طبعا بما اني بقيت شخص مشهور على السوشيال ميديا وخصوصا الفتره دي وفي الوقت بتاع تصوير الفيديو ده عندي حوالي 160 سبسكرايب. فانا عملت لك مقارنه بين اشهر 4 موتوسيكلات 600 في مصر، وهم 600 دبل ار والياماها ار 6 والجيكسر 600 والكawasaki زد اكس 6 ار. والمقارنه دي هتكون عباره عن شويه ارقام بالاضافه للراي الشخصي. طبعا لو في بايك خدت المركز الاخير ده مش معناه ان البايك ديت وحشه، طبعا دي اختلاف الاراء، ويا صديقي الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. وطبعا بعد ما تسمع رايي عايزك تكتب لي رايك في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وكومنت وشير، ويلا بينا. قبل ما نبدا المقارنه كده خلينا افكرك بتاريخ الموتوسيكلات دي. اول حاجه معانا الجيكسر 600 بدا سنه 1992 وعملوا منه 7 اجيال. ثاني موتوسيكل هو الكawasaki بدا سنه 1995 وعملوا منه 10 اجيال. ثالث نوع الياماها ار 6 بدا سنه 1999 وعملوا منه 4 اجيال. والمتنافس الاخير ال 600 دبل ار بدا سنه 2003 وعملوا منه 6 اجيال. طبعا انا في الفيديوهات اللي فاتت قاعد اقول لك اجيال اجيال اجيال. يعني ايه كلمه اجيال ديت؟ لما الشركه بتقرر تغير حاجه في الموتور او في الشكل الخارجي للبايك فهم بيقسموها هنا حاجه اسمها جنريشن، اللي هي الجيل دوت بيكون مواصفاته 1 2 3. دي معنى كلمه اجيال عشان نوضحها للناس. طبعا بقى انا ممكن اتكلم لك على كل موتوسيكل بالتفصيل واقول لك الموتوسيكل دوت مواصفاته فيها ايه ومواصفاته فيها ايه، شبه كده ال4 فيديوهات اللي احنا عملناهم قبل كده. بس انا مش هحرق لك الكلام ده كله ومش هعيد وازيد فيه عشان انا ما بحبش اطول في وقت الفيديو. فتفضل بقى حضرتك لو ما كنتش اتفرجت عليهم اتفضل دلوقتي ادخل اتفرج، ولا لك اسمع الفيديو دوت بعد كده ادخل اتفرج عليهم. طبعا في المقارنه دي احنا هناخد سنه معينه من الموتوسيكلات وليكن سنه 2018. اشمعنى سنه 2018؟ لان ديت يعتبر سنه الاجيال فيها متقاربه شويه من حيث التكنولوجيا والتطور، وكمان انت بتتكلم في الجيل الاخير او اللي قبل الاخير. عشان ما نظلمش حد هنختار السنه دي. طبعا المقارنه دي هنحكم بيها على اساس 4 حاجات. اول حاجه البادي تو ويت ريشيو، ثاني حاجه وضعيه القياده، ثالث حاجه الشكل، الحاجه الرابعه والاخيره هي الامكانيات بتاعه البايك. اول حاجه البادي تو ويت ريشيو باختصار كده يعني كل كيلو من وزن البايك بيقابله قد ايه هورس باور. معانا في المركز الرابع الياماها ار 6 وبتعمل 1.62 كيلو جرام لكل هورس باور. المركز الثالث سي بي ار 600 دبل ار بتعمل 1.57 كيلو جرام لكل هورس باور. المركز الثاني الجيكسر 600 بتعمل 1.49 كيلو جرام لكل هورس باور. طبعا في المركز الاول الكawasaki زد اكس 6 بتعمل 1.47. عايزك تحط في الاعتبار ان الكawasaki الهورس باور بتاعها عالي لان في الوقت ده كان سعه الموتور 636. حاجه كمان عايز اقول لك عليها، مش معنى ان البايك الهورس باور بتاعته قليله فده معناه ان البايك دي ابطا من البايك دي، فما تاخدش النقطه دي مقياس. النقطه الثانيه وضعيه القياده. بصراحه الموتوسيكلات دي شفتها على الطبيعه وصوت كذا واحده منهم، بس النقطه دي لما هنتكلم فيها والبايك وهو نازل من الشركه ما حصلش فيه اي تعديلات. في المركز الرابع بتيجي الياماها ار 6 وده عشان بعد الكرسي عن الارض طويل. طبعا النقطه دي ممكن تتغير عادي اللي انت تاثر البايك، بس زي ما قلت لك انا بتكلم عن البايك وهي نازله من الشركه ما حصلهاش اي تعديل. في المركز الثالث زد اكس 6 ار. في المركز الثاني الهوندا سي بي ار 600 دبل ار، ويعتبر اقصر واحده فيهم ووضعيه القياده بتاعتها كويسه بالنسبه للسواق هي الجيكسر 600. النقطه الثالثه اللي احنا هنتكلم فيها نقطه الشكل. سيبنا بقى بالارقام، النقطه دي هيحصل عليها خلافات كتير لان ديت حاجه جماليه كده من شخص للتاني. فانت قول لي ترتيبك وانا هقول لك ترتيبي. نبدا من اول المركز الرابع. المركز الرابع بالنسبه لي الجيكسر. انا بالنسبه لي الجيكسر الشكل اللي كان قبل الشكل ده احسن كتير، لكن الفانوس لما خلوه شكله صغير كده وما حبيتهوش بصراحه. الشكل التاني كان بالنسبه لي اجريسيف اكتر من الشكل اللي موجود دلوقتي. السي بي ار 600 دبل ار يا جدعان اقسم بالله المصممين بتوع هوندا كانوا نايمين في الفتره دي. الشكل ده حرفيا وحش جدا. يعني انا مش عايز اشتم بصراحه، انا مش عارف المصممين دماغهم كانت فين. الشكل اللي قبل كده كان تحفه والشكل اللي بعد كده عظمه. الفتره اللي في النص دي هم كانوا بيعملوا ايه انا مش عارف بصراحه. ده اكتر شكل بكرهه في هوندا بصراحه، ما بحبوش. انا بحب شركه هوندا بس ده الشكل ده ما بحبوش. والمركز الثاني الكawasaki زد اكس 6 ار. طبعا الموتوسيكل ده من اوله لاخره كده انت لما تشوفه لا الموتوسيكل ده موتوسيكل سباق، ما فيش كلام. الستايل بتاعه من ورا لقدام حاجه كده فخامه الفخامه. وفي المركز الاول الياماها ار 6. طبعا الياماها الاجيال بتاعتها كلها ما شاء الله حاجه تحفه. الموضوع ممكن يختلف زي ما قلت لك بالنسبه لي وبالنسبه لك. انت ممكن تقول لي لا الشكل دوت وحش، الشكل اللي قبليه هو كان احسن. فانت لو من الناس دي عايزك تكتب لي دلوقتي في الكومنتات انت بتحب الشكل ده ولا الشكل اللي قبليه. اخر نقطه معانا في المقارنه وهي الامكانيات. في المركز الرابع هوندا
هوندا سي بي ار 600 دبل ار، لان هوندا بتستخدم نفس التكنولوجيا من سنه 2009. هي فيها فرامل اي بي اس، لكن ما فيهاش ولا جير انديكيتور ولا باور مود ولا شيفت لايت ولا تراكشن كنترول. فده طبعا سبب كفيل قوي اللي هو يخلي 600 دبل ار تاخد المركز الاخير. في المركز الثالث سوزوكي جيكسر 600، ما فيهاش اي بي اس ولا تراكشن كنترول، بس فيها جير انديكيتور وشيفت لايت وباور مود. وفي المركز الثاني الكاوازاكي زد اكس 6 ار، طبعا البايك فيها اي بي اس، تراكشن كنترول، سليبر كلاتش. طبعا انا قلت لك في الفيديو اللي فات بتاع الزد اكس، لو عايزني اقول لك الفرق بين السليبر كلاتش والكلاتش العادي اكتب لي في الكومنتات، ويا عم فرصتك جات لك اهي، لو عايزني اكتب لك الفرق بينهم اكتب لي في الكومنتات وانا هعمل لك فيديو عليهم. وفيها جير انديكيتور وشيفت لايت وباور مود، بس المشكله في الباور مود ده هو 3 مودز بس. وفي المركز الاول للمره الثانيه الياماها ار 6 الوحيده اللي فيها فوانيس واشارات ال اي دي، فرامل اي بي اس، 6 مود سيستم، والمودز ديت ممكن تقفلهم خالص. فيها جير انديكيتور وفيها شيفت لايت. ودلوقتي يلا بينا نحسب النقط، بس قبل ما نحسب هقول لك انا هدي النقط على اساس ايه. اللي هيكون في المركز الاول هياخد 4 نقط، اللي هيكون في المركز الثاني هياخد 3 نقط، اللي هيكون في المركز الثالث هياخد نقطتين، والمركز الرابع هياخد نقطه واحده بس. في المركز الرابع هوندا سي بي ار 600 دبل ار، خدت في الباور نقطتين، وخدت في وضعيه القياده 3 نقط، اما في الشكل نقطتين، وفي الامكانيات خدت نقطه واحده، وكده يكون مجموعهم 8 نقط. المركز الثالث سوزوكي جيكسر 600، خدت في الباور 3 نقط، في القياده 4 نقط، في الشكل نقطة، في الإمكانيات نقطتين، وكده تكون خدت المركز الثالث بمجموع 10 نقط. وفي المركز الثاني ياماها ار 6، خدت في الباور نقطة، وفي القيادة نقطة، وفي الشكل 4 نقط، وفي الإمكانيات 4 نقط، يبقى كده مجموعهم 10 نقط. طب هتقول لي ما هي الجيكسر برضه واخدة 10 نقط، لا بس هنا الار 6 واخدة المركز الأول في الإمكانيات والشكل، فهي كده ليها الأفضلية على الجيكسر 600. وفي المركز الأول الكاوازاكي نينجا زد اكس 6 ار، خدت في الباور 4 نقط، وفي القياده نقطتين، وفي الشكل 3 نقط، والامكانيات 3 نقط. طبعا الفاصل بين الزد اكس 6 والار 6 هو الباور طبعا، وزي ما قلت لكم في الاول ان الزد اكس ليها الافضليه بسبب سعه الموتور الكبيره، وزي ما قلنا في الاول الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه، متفقين على النقطه دي. فانا عايزك دلوقتي تقول لي الترتيب بتاعك ايه، والموضوع ما فيهوش اي انحيازيه لاي حد. انا راكب 600 دبل ار واديتها المركز الاخير، فالموضوع مش متحيز لبايك عن بايك تاني. وبعد ما تكتب الترتيب بتاعك اطلع فوق دوس لايك عشان اللايك بيفرق معانا، واعمل سبسكرايب. استنى فيديو الاسبوع الجاي. سلام.